السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، حلقة جديدة. اللي يعرفنيش أو لسه أول مرة تتفرج عليا، فأنا أحمد داوود، وبعتبر القناة أنا مساحتي الشخصية اللي أحب أتكلم فيها براحتي. لو لسه أول مرة تشوفني متنساش تعمل سبسكرايب في القناة، ولو مشترك متنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. زي ما قلت لكم في فيديوهات قبل كده أو تعرفوا عني إن أنا بادئ تريننج بقالي حوالي أسبوعين كده، وكنت اتكلمت في فيديو قبل كده ليه بداية أي حاجة جديدة عليك بتكون شايفها صعبة أو بتكون صعبة، وقلت إن هو علشان عقلك بيكون لسه ما استوعبش كل ده، او ما استوعبش حاجه جديده داخل عليك دي، فمحتاج وقت علشان يبدا يتعرف عليها ويبدا يبقى الامور بالنسبه له سهله او مش جديده خلاص بقت اعتياديه. فالنهارده حقيقه انا مش جاي اتكلم عن نصايح وعن انك لازم تواجه او لازم تتحدى او لازم ولازم. النهارده جاي بعتبر الفيديو مجرد دردشه او فضفضه ما بيني وبينكم او ما بيني وبين الكاميرا. سامحوني على صوتي، حاسس ان هو رايح او حاسس ان انا مجهد كفايه فمش قادر ان انا اتكلم بصوت عالي. بس حبيت جدا ان انا اصور الفيديو ده او اوثق الحاجه دي او اشارككم الحاجه ديت يعني النهارده، فعشان كده كنتش اصلا ناوي اصور، بس قلت لا انا ضروري اصور. انا آه حاسس او جوايا الكم المشاعر او الكلام اللي انا عايز اقوله، يعني عايز اقوله في وقته وما اجلوش. يعني زي ما قلت ان انا بادئ تريننج بقالي حوالي اسبوعين دلوقتي، ويمكن اللي خلاني اصور الفيديو ان انا حاسس آه ما بحبش اقول ان انا مش قد الحاجه دي او الحاجه دي صعبه او الحاجه دي كبيره عليا او كل الكلام ده. بس انا حابب اقول لنفسي وليكم ان طالما يعني قبل ما هشرح او هقول الكلام اللي انا عايز اقول ده، هقول حاجه جدا حد قالها لي وانا صغير وحقيقي لحد دلوقتي في كل وقت وكل مواقف او كل مرحله في حياتي بقول الجمله دي لنفسي علشان اذكر نفسي او افكر نفسي بفضل ربنا عليا. حد قال لي زمان زمان خالص، يمكن كنت في اعدادي، قال لي جمله هقولها وبعدين اشرحها. قال لي اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر فيما اقامك. يعني انت لو عايز تعرف مقامك وقدرك عند ربنا، شوف هو حطك فين. اذا اردت ان تعرف مقامك، عايز تعرف مقامك عند ربنا، فانظر فيما اقامك، شوف هو حطك فين، شوف المكان انت فيه. فانا قلت لنفسي، يعني انا حقيقي كنت مش محبط بس شايف كمية نوليدج وكمية انفو تقيلة وكتير ويوميا ديلي كل يوم. فلا يا جماعة كفاية، يعني انا بقى فعلا في التريننج بقول يا مراري يا مراري انا اللي جابني هنا. فعايز اقول لنفسي وعايز اقول لكم، والكلام ده قلته لنفسي قبل ما اقوله فعلا قدام الكاميرا، كنت بعمل زي بصبر نفسي كده. قلت طالما ربنا حطني في المكانة دي او ربنا حطني في المكان ده، يبقى انا مناسب للمكان ده وقد الحاجة دي او قد المكان ده. فاللي عايز اقوله ان ربنا طالما حطك فعلا في الحاجة ديت او في المكان ده، يبقى ربنا شايفك مناسب ليه، ربنا شايفك قده، ربنا شايفك هتقدر تدي فيه، ربنا شايفك ان انت مناسب ليك. يعني انا اهو شايفك كده، فانا حطيتك هنا، فانا شايفك مناسب هنا. انت مش هتعرف نفسك قد ما ربنا عارفك، انا مش هعرف نفسي قد ما ربنا عارفني. ربنا عارفني ان انا اقدر أأدي هنا، ربنا عارفني ان انا اقدر اكون هنا، فعلشان كده حطني هنا. لو شايفني انا مش قد المكانه دي او انا مش قد الحاجه دي، مش هيحطني فيها، هيبعدني عنها خالص. انا ايه اللي جابني هنا وايه اللي حطني هنا طالما انا مش قد الحاجه دي؟ فانا شايف ان طالما ربنا حطني في الحاجه دي، وانا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما اقوله فعلا للكاميرا او قبل ما اقوله لحد، بس انا حابب بس ان انا اشارك في الكلام. طالما ربنا مش شايفني قد الحاجه دي، هيحطني فيها ليه؟ مش هيحطني فيها طالما انا مش قدها. فانا حابب اقول لنفسي كلام حابب اقوله دايما، وافكر نفسي بيه وافكركم كمان انتوا بيه. طالما ربنا حطكم فعلا في مكانه معينه او في حته معينه، يبقى انتوا قد الحته دي او انتوا قد المكانه دي. فاتحملوا المسؤوليه وخليكم قدام ربنا. لما والدك بيحطك في المكانه دي يقول لك اعمل الحاجه دي، انت بتبقى عايز تطلع فعلا تعمل حاجه دي، بتبذل كل جهدك او كسر جهدك علشان تثبت لوالدك ان هو فعلا يعني ما تخيبش امله فيك، وبتبذل كل جهدك عشان تثبت له ان انت فعلا قد المكان اللي حطك فيها دي. فما بالك ولله المثل الاعلى ربنا حطك هنا، فانت ابذل كل جهدك واتعب شويه علشان تثبت لربنا انك فعلا يا رب انا شفتني استاهل الحاجه دي وانا فعلا استاهلها وقدها وهقدر اعملها. فانا مش حابب اطول كتير في الكلام، بس انا حابب اذكر او اقول لنفسي انا فعلا قادر اكون قد المكان اللي انا حطيت فيه ده، قادر اكون قد المكانه دي، قادر اكون قد المسؤوليه ديت، قادر ان انا اادي فيها، والا ما كانش ربنا حاطني فيها. باختصار شديد جدا يعني، اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر فيما اقامك. زي ما قلت دايما بقول الكلمه دي لنفسي، والنهارده وانا جاي بكلم في نفسي بقول
انا فعلا لو ربنا مش شايفني قد الحاجه ديت او مش قد المكانه دي مش هيحطني فيها. انا عارف ان انا بكرر كلام كتير جدا، بس انا عايز اثبته هنا قبل ما اثبته هنا، لان حرفيا انا حاسس ان في لود كتير عليا، وفي كميه نولج زي ما قلت، وكميه انفورميشن، وحاجات كتير قوي في السيستمز كمان، فاهم؟ فحاسس ان هي خلاص اللي هو يعني حاجات كتير قوي، بس اللي هقوله لنفسي ان انا قدها. طالما ربنا حطني هنا، او ان انا اتقبلت في المكان ده، او ان انا وصلت المكان ده، يبقى اكيد انا قده، واكيد ربنا شايفني مناسب ليه. مش عايز اكرر في كلام كتير، بس ده اللي كنت حابب اقوله لنفسي قبل ما اقوله لكم، واقوله لنفسي قبل ما اقوله للكاميرا، واقوله لنفسي علشان تعرف ان احنا باذن الله قدها، واحنا ما علينا الا السعي. وزي ما كنت دايما بقول، انا مش هعمل حاجه، انا لازم اكمل. انا مفيش اختيار تاني، او مفيش حل تاني، او مفيش اي حاجه تاني اقدر اعملها غير ان انا اكمل واستمر في اللي بعمله. من هنا لحد ما اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.